القضية. السلام عليكم. عنوان هذه الحلقة هو أساطير النارتيين وأثرها في تشكيل الشخصية الشركسية في التاريخ القديم. أساطير النارتيين هي مقعد الروح الشركسية القديمة، لأنه تحتوي على مادة تاريخية دسمة جدا، وهي على فكرة واسعة لدرجة أنه أكثر من جمعها في التاريخ القديم هو الدكتور عسكر حدغادة، وجمعها في 8 مجلدات ضخمة. وأنا حقيقة ما بعرف إذا كانت هذه كلها، ولكن أشك، لأنه عمال بيطلع في كل فترة مجموعة جديدة من الحكاية التراثية والقصص التي تنسب إلى النارتيين، ولكن يشكر الله يرحمه على هذا المجهود الرائع. أساطير النارتيين ربما هي الأقدم في الدنيا، لأنه عم تحكي عن حقب موغلة في القدم، وكانت منتشرة بشكل رائع طول فترة التاريخ القديم وحتى القرون الوسطى. أساطير النارتيين هي القاعدة الأساسية للأديغيكابزا، وتحتوي على الكثير مما عرفناه وتلقيناه عن آبائنا وأجدادنا من العادات والتقاليد التي تنص على احترام الكبير واحترام الفتاة وإلى آخره. وأيضا هي قيلت ورويت وألفت باللغة الشركسية، فبالتالي هي أيضا دليل على عراقة الأمة الشركسية التي تحدثت بهذه اللغة منذ آلاف السنين. وتتحدث أيضا، وهذا يعني الأمر المثير للغرابة، عن البعد الجغرافي لبلاد الشركس. تبدأ من دعوة إحدى المؤتمرات إلى الاجتماع في ناتيا في ذلك الوقت، واسمحوا لي أن أقرأ النص. الساحل الشمالي، بلاد النارتيين حسب هذه الملحة كانت تضم المساحة التي تحتوي عليها المنحدرات الشمالية لسلسلة رئيسية جبال القفقاس، الساحل الشمالي للبحر الأسود حتى مضيق كيرش، الساحل الشرقي لبحر آزوف، نهري الدون والمانيش، نهر ترك، والفولغا الأسفل على بحر قزوين. هذا تعريف دقيق جدا ويعني مدهش بسبب قدمه. الناحية الأخرى اللي هي بالنسبة للآلهة اللي بتتحدث عنهم الأساطير، هم على نوعين. النوع الأول هو النوع القديم الذي يتحدث عن الديانات الطبيعية، اللي هو واشوة وتحشوة وشبلة. هدول الآلهة ما لهم شكل معين، لهم ظواهر معينة وإلهم احترام أيضا كآلهة قادرة على فعل كذا وكذا. ثم يأتي الجيل الثاني من الآلهة اللي هم مثل ثبش وسوسرقوة وستنايغواشا مازتحة. هذول كانوا دائما يصوروا على أنهم بشر، ولكن بإرادة وقوة وتصميم أكبر من البشر العاديين. أهمية معرفة
التقاليد الشركسية والعادات الشركسية عن طريق الأساطير هذه مهمة جدا، لأنها تعتبر مرجع ومادة ثرية للرجوع إلى التاريخ السحيق، والرجوع إلى أصل ومنشأ العادات وإلى أصل ومنشأ الاعتقادات هذه. ونحن نعتقد أنه شكلت أساطير النارتيين الأساس التاريخي لملاحم وأساطير الإغريق، وهذه في عليها يعني أدلة قوية جدا بأنه الإغريق أخذوها وطوروها ونسيوا الناس الأصليين اللي شكلوها. طبعا تحث دائما على الشجاعة وعلى مساعدة الضعيف وإغاثة الملهوف، وأيضا تبث الكثير من الحكمة التي كانت تتمتع بها مثلا ستنيغواشا، رغم أنه تاريخها الشخصي محير. مثلا هي خلفت 99 ولد وآخرهم سوسرقوا اللي كان الأعز بالنسبة إلها. طريقة انتقال الأساطير إلنا تاريخيا أيضا مليئة بالمفاجآت السارة والجماليات، لأنه كانت تروى بأسلوب شعري وأسلوب غنائي، وكانوا الذين ينشدونها لهم مواهب خاصة في الغناء والعزف، ولم تكن تقتصر على الرجال، بل كان هناك رواة ومغنين وشعراء من النساء يرون هذه الأساطير في الحفلات وفي المناسبات الخاصة. هناك معلومة حقيقة مثيرة جدا بالنسبة إلي أنا شخصيا، نقلتها عن الدكتور جون كولاروسو اللي بيقول أنه تبش إله الحديد ذهب في رحلة طويلة فوصل إلى عند سيدة الشجر، واستضافته ليلى عندها وقالت له أنا أستطيع أن أمنحك المعرفة لأنه شعري يصل إلى السماء ورجلي جذورها في قاع الأرض. لكنه في اليوم الثاني رجع إلى محددته وكان مصمم على معرفة طرف الدنيا كله، بده يوصل لآخر الدنيا، ففصل جزمتين من الفولاذ القوي جدا وحمل عصاته ومشي وقطع الوهاد والجبال والبحار وعاد إلى سيدة الشجر، فقالت له هل وصلت إلى آخر الدنيا؟ فقالها الدنيا ما إلها آخر. وأنا في الحقيقة أضع هذه الحكاية الصغيرة أمام الناس، لأنه هي تقيم دليل كبير جدا على أن الشراكسة القدماء عرفوا بكروية الأرض، وهذه ربما يكون في بيناتنا من يستطيع أن يتابعها بشكل علمي ويتحقق من صحتها، فإذا صحت لابد وأنه كان هناك منهج علمي معين استطاع في الشراكسة أن يتوصلوا إلى هذه الحقيقة المذهلة. طبعا على الجانب المسلي في قصص أخرى كثير عن النارتيين اللي بيركب القطة وتتحول إلى جواد، والجواد بيروح بيسرق الجمرة يعني. لكن كل هذه القصص على إمتاعها للصغير والكبير خلفها تقع حكمة كبيرة جدا. المقصود من الراوي فيها هو تثبيت الأديغاغا والأديغاكابزة، وتثبيت الاحترام الذي تمتع فيه الشراكسة وامتازوا على مدى التاريخ الطويل. أشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.